السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم. أنا سميتي ريم من مدينة بن سليمان. أنا يتيمة. نهار عقلت على راسي وأنا عند خالتي، هي اللي رباتني. ماما وبابا كانوا داروا كسيدة وأنا كنت معاهم عندي عام. هما توفاو الله يرحمهم وأنا موقع ليا والو. داتني خالتي هي اللي رباتني مع ولادها، واخا دائما كنحس بوحدي حيت خالتي ما كانش دايراني بحال ولادها. كنت بحال شي خدامه عندها، كل شي عليا، الشقا وغسيل الماعن والتصبان وزيد وزيد. راجل ما كانش يحملني، كيتمنى الموت ولا يشوف كمارتي، ديما كيسبني وعايرني. في الاعياد والمناسبات كتكسي ولادها وتا واحد ما كيديها فيا انايا، وانا بحال شي خدامه عندهم. خالتي ديما خاصها مناش دوز ليا، خاصها غير السبه باش دوز تنتفني وتضربني. كانوا مدخلين ولادهم المدارس الخصوصيه، انا دخلتني حتى الرابعه وخرجاتني باش نخدم عليهم. عشت العذاب في حياتي حتى النهار مشو زوين. انا هي الخدامه ديال الدار، اللي بغى شي حاجه يعيط ليا، اللي بغى يصبن يعيط ليا. وكنا كناكلوا فوق الطبله، ديما كينوضوني من الطاوله غير بالعاني باش نوض انايا. كنعقل عمرها ما شراو لي شي حويجه يفرحوني بيها، لا في اعياد ولا في المناسبات. ديما كنلبس الشياطه ديال عباد الله، حيت بنت اكبر مني اللي شاطت عليا كتعطي لي نلبسها، حتى ما كتبغيش هي عاد كنلبسها انايا. وكانت واحد جارتها الله يعمرها دار حدانا، كانت مسكينه كتشري لي البيجامات وتحيد لي التيكيت وتصبنهم باش خالتي ما تعيقش بها وتعطيهم ليا. كانت عارفه شنو دايز عليا، وكانت مسكينه اي حاجه طيبتها في الدار تخلي لي حقي. كتعيط لي غير بشويه مترجم، حيت كانت الدار على الدار وكناكل بتخبيه في الدروج. كتبقى حاضيه ليا تناكل عاد نخرج. وكانت مسكينه تشري لي الحوايج وتجيبهم ليا وانا كنخبيهم، حيت عارفه مسكينه شنو دايز عليا، ما كنتش شبعانه حتى في كرشي. واحد النهار وهي تعيط ليا، قالت لي راه كاين واحد ولد اختي بغا يتزوج. قلت لها انايا ماشي مشكل، هذيك الساعه كنتسنى واخا يجيني حتى طلاب نتزوج به. ديك الساعه كنت في عمري 18 عام. قلت لها ماشي مشكل، انا باغا نتسنى من هاد العيشه. قالت لي صافي. وقالت لي ولد اختها فاش خدام؟ قالت لي خدام خدمه صعيبه، واش تقبلي على هادشي؟ قلت لها ماشي مشكل، حيت فاش كبرت ولات عندي 17 عام راجل خالتي ولا كيتحرش بيا وبزاف، وليت خايفه منه. ما كنبقاش معاه في الدار بوحدنا، الا خرجت خالتي ولادها كنت نمشي عند هاد المرا نيت. وليت خايفه على راسي، كنت باغي غير نتفك. قلت لها صافي ماشي مشكل انا قابله. عيطات صادق الجاره لخالتي وقالت لها، قالت لها راه ولد اختي بغا يتزوج وبغيت ليه ريم. قالت لها لا باقا صغيره. انا قلت لها صافي وصلت على سن الزواج صافي. قلت لها قول لي ما يجيو يخطبوني. قالت لي تسنى تيجي السيد من الصحراء، حيت كان خدام في الصحراء. جا الزوج ديالي وجاب عائلته وخطبوني. واخا راجل خالتي كان باغينيش نتزوج، شرط عليهم شي شروط حتى شي واحد ما يقبلها، لحقاش هما عرفوا الظروف ديالي. وعاودات ليهم هذيك السيده كلشي اللي قال لهم واللي شرط عليهم تيوافقوا عليها. صافي درنا العرس ورحت لداري. خالتي حتى بيجامه هي الاخرى ما شراتهاش ليا. وديك السيده الله يجازيها بخير هي خالة راجلي، دارتني بحال بنتها، وحتى من الحوايج الداخليه شراتهم ليا. شرت لي الكواش وداك الشيء كاع اللي تيدو البنات معاهم في الفطور ديالهم، الله يجازيها بالخير. رحت عند راجلي وعشت انا وياه بخير. برك معايا مسكين غير شهر ومشى يخدم، حيت كان خدام في الصحراء. بقيت كنبكي وصابره لمده عام. وراجلي دار واحد الطلب باش يرجع للمدينه اللي ساكنين فيها، والحمد لله تقبل ورجع عندي. وكرينا واحد الدار وبقينا ساكنين فيها انا وياه، عشنا بخير الحمد لله. دوزت مع هذاك العام وكنكتشف بلا راجلي مبلي بالشراب وبالكارو. قلت ماشي مشكل، دابا يعفو عليه الله.
بقينا عايشين مدة 5 سنين وما جابش الله الوليدات. انا غنحماق على الولاد. طلبته باش نتبناو شي وليد ولا شي بنيه، هو رفض، ما بغاش. مشينا للاطباء وكلشي كيقولوا لي المشكل ماشي فيك، المشكل كاين في راجلك. راجلي واحد الليله مشى للخدمه، بيت فيها الصباح، جا عيان بزاف ومريض. والصباح عيطات لي جارتنا قالت لي خالتك راه مريضه بزاف، الا بغيتي تجي تشوفيها. صايبت راجلي الفطور، قلت لي غنمشي نشوف خالتي راه مريضه بزاف. قال لي ماشي مشكل سيري شوفيها. مشيت انا لعند خالتي، كندق في الدار ما كنلقى حتى شي واحد. مشيت عند خالت راجلي اللي حداها، قالت لي راه داو لحد الطبيب بعيد شويه. عيات فيا باش نجلس عندها، قلت لها لا خليت راجلي عيان خاصني نمشي عنده. رجعت للدار وكنتمنى كون ما رجعت للدار تما غتقلب حياتي كما كنقولوا سفاها على علاه. كندخل كنتفاجئ براجلي كيخونني هو واحد السيده، في فراشي وفي حوايجي وفي كل شيء. تما الصدمه الكبيره اللي غنتصدم في حياتي، وانا اعدى حاجه عندي هي الخيانه. الحاجه اللي درت الوحيده هي انني سديت الباب الساروت ودخلت الزيت جنويه كانت عندي في الكوزينه ديال العيد الكبير، ومشيت قاصده راجلي بغيت نضربه. راجلي شافني جايه، هو ما لابس حتى شي حاجه، حتى هي ما لابسه والو. جا عندي كيجري شدي، شد لي الجنويه من يدي وانا نجرب الجهد وضربت لي يدو. المراه اللي معاه بقات كطلب وتزوق فيا، قالت لي غير خرجينا وما ديريش لي الشوهه. قلت لي انتيا ما درتي لي حتى شي حاجه، حسابي معاه هو. صافي لبسات بالتلفه، لبسات لي جلابتي وحليت لها الباب وخرجات، وبقيت كنتقاتل انا راجلي كيطيح لي على رجليا باش نسامحو، تيقول لي غتخرجي لي على خدمتي. اخر مره نعاود. بقيت انا مصدومه وكنبكي، لحقاش داز عليا العذاب وجيت عند الراجل ودوز عليا توا العذاب. اخيب حاجه توقع للانسان هي الخيانه، ما تقبلتهاش. صافي قلت مع راسي انا غنتاقم منه بالطريقه ديالي. صافي قلت لي انا سامحتك، صبرت وسكت. وخرج راجلي تبدل معايا تماما، ولا كيعاملني واحد المعامله مزيانه، وانا هذيك الخيانه اللي ما بغاش تسرط ليا. حيت الحجاب ودرت لي ميش لشعري ووليت نديها في راسي، وليت كندير الماكياج ونقاد فراني ونلبس المزير. هو كلشي كيشوف هذاك الشيء وساكت، لحقاش ما قدرش يهضر معايا. بقينا على داك الحال بحال هكاك. هو كان تيخدم بالليل، وهذيك الليله انا غنقرر بين نخونو. خليته غير يخرج مشى للخدمه وانا نخرج موراه. تلاقيت مع واحد السيد، قلت لي بغيتك تمشي معايا للدار. جا معايا للدار ودوز انا ويا داك الليله. وكنت ندير واحد القضيه، هي انني كنت نصور فيديوهات. كيوصل الفجر كنجمع كلشي، كندوش، كنشف شعري باش ما يعاقب والو، كنجمع الدار، كنوجد ليه الفطور، وما عاقب حتى شي حاجه. دوزت تقريبا شي عامين على ديك الحال. فيما كيكون خدام كندخل انا شي واحد النهار حط التليفون ديالو وزيت النمره ديال الشاف ديالو اللي خدام معاه في الخدمه، وعيطت ليه وقلت لي اجي معايا للدار، وجو معايا للدار. نفس المشكل توا صورته وتنخبي ديك الكاميرا مزيان باش ما يطيحش عليها. كدير فيديوهات وكنخليها. انا ناويه باش نخرج من هاد البلاد، فاش نخرج على برا غنصيفط لي هاد كلشي، صيفط لي تصاور كاملين باش نصدمو كيف ما صدمني، لحقاش هو اللي وصلني لهادشي.